بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سوف أكمل إن شاء الله الحديث عن منطقة الساحل ودول الساحل والمشاكل التي تقع بينها وبين دولة الجزائر، خاصة بين مالي والجزائر. وعنونت هذا الفيديو بسيطرة القاعدة والتضليل الإعلامي العالمي. وسنرى إن شاء الله بأن القاعدة اللي هي متمثلة بجبهة النصرة سيطرت على كثير من المناطق في الشمال ديال مالي وفي الغرب، ربما حتى في الجنوب، وعندها تنسيق حتى من حركة الأزواج إلى غير ذلك. وبالتالي أصبحت تسيطر وتهدد العاصمة ديال مالي، وأصبحت مالي في مشكل كبير. ولكن اليوم إن شاء الله سوف أتناول هذا الموضوع من ناحية أو من زاوية الإعلام، كيف الإعلام العالمي عالج هذه المسألة وتكلم عنها. إذا النقاط التي سوف أتحدث عنها إن شاء الله في هذا الفيديو هو جبهة النصرة للتابعة لقاعدة، التحليل الإعلامي كيف تناول الإعلام هذه المسألة، وسنرى أن الإعلام لا يقول كل الحقيقة وإنما يسكت عن أشياء كثيرة، تزوير بعض الحقائق من طرف الإعلام، لا يقول حقائق كاملة، ويتهم بعض الجهات. يعني إذا كانت من الأشياء التي يريد تضيف الإعلام من أجلها يتهم جهات أخرى حتى بالكذب، حتى بأمور غير صحيحة. رابعا عاد نرد على أدلة مادية على تورط الجزائر هذه. لماذا؟ لأن هؤلاء الإعلاميين، خاصة بعض الإعلاميين الجزائريين وحتى الماليين، اتهموا المغرب وفرنسا والدول الأخرى بأنها تريد إشعال الفتنة في هذه المنطقة. وسأعطي بعض المعطيات المادية على أن الجزائر هي التي أشعلت الفتنة، وهي التي تشعل النار في هذه المنطقة، خاصة مع مالي. ثم نتكلم على دول المغرب، لأن المغرب مجبر على التدخل، يعني مجبر، يعني طلبت منه مالي أن يتدخل من أجل فقط أمور يعني تقنية فقط، ولا يدخل لا في حرب ولا في شيء. ثم دور فرنسا إلى آخره، أمريكا. إذا نرجع إلى جبهة النصرة. جبهة النصرة هي واحد الحركة تابعة للقاعدة ظاهريا، ولكن هي من صناعة المخابرات الجزائرية. وذلك الكثير من المحللين وحتى من بعض الجزائريين قالوا بأن النصرة صناعة المخابرات الجزائرية لتصفية حسابات مع الدول الجوار، مع المغرب، مع مالي، مع إلى غير ذلك. وكيف الجزائر وظفت جبهة النصرة في تصفية الحسابات مع ذاك المجلس ديال العسكري ديال مالي، بحيث منعت عليه دخول الغاز والبترول والمواد الغذائية من السنغال ومن موريتانيا. وهذا يعني تصفية حسابات. وقالت بأن هذا ربما هو من أفعال القاعدة، ولكن القاعدة لا تحاصر المسلمين في غذائهم وفي الغاز وفي المأكل والمشرب، لأن هذا حرام في الشريعة الإسلامية ولا تقوم به القاعدة، وإنما الذي يقوم به هي جبهة النصرة، وهي التابعة للمخابرات الجزائرية فقط. المسألة الأخرى أنهم يزورون، بعض المحللين في الإعلام يزورون بعض الحقائق، مثلا لأنهم حتى في الإعلام فيه البيع والشراء. مثلا يتهمون بعض الجهات رغم أنها بريئة، يتهمون المغرب، يتهمون فرنسا، يتهمون الإمارات، يتهمون أنهم يريدون إشعال النار في هذه المنطقة وإشعال الفتنة في هذه المنطقة. الآن أنا سأرد عليه بأعطيهم واحد المعطيات مادية على أن الجزائر هي التي تشعل النار، وهي التي أشعلت النار أصلا، وهي التي لا زالت تشعلها إلى حد الآن. أعطيك مثلا بعض المعطيات مادية. لو أنهم ما ذكروش المغرب ما نتكلمش في هذا الموضوع، ولكن بما أنهم ذكروا المغرب يعني سأرد عليهم بأمور مادية.
مثلا الإعلام الروسي الرسمي اللي هو حليف الجزائر اتهم الجزائر بأنها تسمح لسفارة أوكرانيا بأن تزود حركة أزواد بالسلاح نكاية وضدا في روسيا. هذا معطى مادي على أن الجزائر هي التي تشعل النار. معطى آخر، محمود زيكو الفقير اللي كان في الجزائر ولا زال فيها إلى حد الآن، هو هذا السيد هذا هو تيحرك الصراع في مالي حسب إرادة الجزائر وبتمويل ودعم من الجزائر. القائد ديال جبهة النصرة اللي النصرة تابع القاعدة، يعني أكبر خرافة هذه، سميتو إياد أغا غالي. هذا السيد هذا موجود في الجزائر، وطلبات مالي طلبات من الجزائر تسلم مالي تسلم هذا الرجل هذا الإرهابي اللي موجود في الجزائر، والجزائر امتنعت أن تسلم هذا إياد غالي أغا غالي. إذا هذه كلها هي معطيات مادية على أن الجزائر هي التي تشعل النار. مسألة أخرى، المسؤول المالي في الجمعية العامة ديال الأمم المتحدة اتهم الجزائر بأن الهجوم على الجيش المالي والجيش والفيلق الروسي الهجوم يأتي من الأراضي الجزائرية. قال هذا الكلام في الأمم المتحدة ولم تستطيع، والمندوب ديال الجزائر حاضر، ولم تستطع الجزائر أن ترد وتقول هذا الكلام غير صحيح، مما يدل على أن الجزائر هي التي أشعلت النار وهي التي تشعل النار. لو أنهم ما اتهموش المغرب ممكن ماشي مشكل، أنا نسكت كاع ما نتكلم على هذا الموضوع، ولكن بما أنهم اتهموا المغرب يجب الناس أن يعرفوا الحقيقة، وأن الإعلام العالمي تيزور الحقيقة ما قالش الحقيقة، تيحاول يصنع الرأي العام على أساس أن هذا خلاف عادي بين مالي وبين الجزائر، وأن الطائرة المالية يعني دخلت الأجواء الجزائرية وأسقطتها الجزائر، وهكذا أمور عادية. ليست أمور عادية. الحكومة ديال مالي الآن عندها معطيات كثيرة جدا مادية على تورط الجزائر في الإرهاب، وقال هذا الكلام المسؤول المالي في الأمم المتحدة، عليهم هما خصهم يردوا عليه. إلا ماشي يتهموا المغرب ما دخلوه، المغرب خرج من المنطقة هذه لما اعترفت مالي باليزاريو، المغرب خلاه بيناتهم صراحة. يعني اش واقع دابا؟ وقع ان مالي جات للمغرب تطلب منه باش يدعمها، ولكن المغرب قال لها على الاقل الدعم ديال المغرب حاليا لم يتدخل عسكريا ولا شيء. المغرب الان تيدرب بعض الجيش على بعض الاسلحه، وتيدرب الجيش المالي على بعض الامور التقنيه العسكريه لا قل ولا اكثر. هذا هو المغرب كيفاش هو يشعل النار. الذي اراد اشعال النار هو اللي هناك معطيات ماديه ما يستطاع حد يردها، والاعلام ساكت على هذه الامور، ما بغاش يذكرها. على قيل ذكرها اتهم الجزائر متهمه، الجزائر هي التي اشعلت النار، لا المشاكل اللي بين المغرب والجزائر. الجزائر هي المتهمه في رقم واحد. نفس الشيء بين مالي وبين الجزائر. الجزائر تدعم الحركات الإرهابية، تدعم الأزواج، كل خلق الأزواج، كل خلق جبهة العربية لتحرير الأزواج، غير الجزائر. لما جاء هذاك المسؤول الأمازيغي اللي جا لمراكش وتلاقى مع الملك ديال المغرب وحاولوا يحلوا المشكل، ردة الفعل ديال الجزائر خلقت لهم الجبهة العربية للأزواج باش ترول القضية عاوتاني من جديد، لأن تتقول لهم الجزائر لا حل بدوني، يعني إلا بغيتي تحل مع المغرب أنا نرول باباها ونعاود تاني نخلق لكم جبهة أخرى. إذا الإعلام ما تيقولش الحقيقة كاملة. الإعلام صراحة تيكذب على الناس وتيحاول يصنع واحد الرأي عام، وحتى ذاك المحلل حتى هو راه بايع وشاري صراحة، يعني تيتاب جهات بريئة ويبرئ جهات يعني هي اللي قامت بالمشكل وهي المتهمة، وهكذا. يعني الناس تتلاعب. هذا الزمن هذا زمن الماديات، كل شيء فيه للبيع. هناك تبيع الناس، يبيع القيم، يبيع الحقائق، يبيع الدين، يبيع كل شيء. نسأل الله السلامة والعافية. هذا زمن الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه المسألة هذه أنا بنذكرها على أساس أن هناك إعلام ما تيقولش، لا يقول الحقيقة، تيحاول يزور الحقيقة.
لا اعلام القنوات الفضائيه ولا حتى دوك المحللين الذات، تشوفهم دائما هما اللي دائما جايين، هما تيترددوا دائما على القناه دائما، بمعنى ان هناك البيع والشراء، اللي بغى يبيع مع مشري تيمشي يبيع مع مشري صراحه يعني، او باش نذكر الاسماء. وهذه هي المساله اللي بغيت نوصل للاخوان في هذه القناه هذه المتواضعه، وارجو الدعم ديالها، لا ما زالت محاصره من طرف يعني من قناه الشركات ديال اليوتيوب، الله يهديهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.